مش لازم فينو كل يوم. هعمل معاكم وصفة هتعجب الكبار والصغار إن شاء الله، هتنول إعجابكم، سهلة وبسيطة. وهقولك الحشوات اللي تقدري تستخدميها. هنسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وإن شاء الله ناجحة معاكي من أول مرة، حتى لو ملكيش في المخبوزات دي بقى اتأكدي إن هي تطلع معاكي مظبوطة مليون في المية بإذن الله. أول خطوة، الرطب مالية الأسواق، وزي ما اتفقنا هقول لكم على كام حشوة كمان. يعني تقدري تحشيها حلو أو حادق اللي انت حباه. بالنسبة للحلو تقدري شوكولاتة، تقدري عجوة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، تقدري مربى. حادق أي نوع جبن، تقدري تحشيها برضو تونة، تقدري تحشيها فراخ براحتك بقى اللي انت حباه. تنفع معاكي للتمارين، للأولاد، تنفع معاكي في سهرة آخر الليل في الشتاء، بتبقى حلوة قوي ومنجزة وسريعة. هنا بعد ما فصصت الرطب نزلت عليه بمعلقة زبدة سايحة، سمسم، حاجة بسيطة من القرفة، والقرفة بتنقلها معاكي في حتة تانية خالص. عندك هراسة البطاطس تقدري تهرسيها بيها أو في الكبة وفرميها. ما شاء الله بتبقى حشوة خطيرة وريحتها تحفة ومفيدة جدا طبعا ومغذية للأولاد في المدارس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تقدري تعملي الكمية وتفرزيها عندك في الفريزر. معايا نص كيلو دقيق منخول، نزلت عليه بربع معلقة صغيرة من الملح، نزلت بالخميرة معلقة خميرة كبيرة، نزلت بالبيكنج باودر معلقة صغيرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. استخدمت معلقتين كبار من السكر. في المرحلة دي بقى المكونات الجافة هبدأ أخلطها مع بعضها. لو انت هتعجنيها بمية ومتوفر عندك اللبن البودر تقدري تضيفي معلقة كبيرة، مش متوفر عندك عادي برضو تقدري تستخدمي لها مية من غير اللبن البودر. يعني ما توقفيش نفسك على حاجة. حاجة بسيطة من الفانيليا. وعملت ميكس ما بين السمنة والزيت، نص كوباية ما يعادل 100 مللي من المادة الدهنية. أنا هنا يا حلوين زي ما اتفقنا عشان تبقى قيمتها الغذائية حلوة لأولادنا وكده هستخدم لها الحليب، هعجنها بالحليب. هتاخد معايا بالظبط مقدار 250 مللي من الحليب. نزلت بأول كوباية، يعني ما بنزلش بالسوائل مرة واحدة، سواء كانت حليب أو مية حسب نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه، واحدة واحدة كده علشان ما تبقاش معاكي سايلة خالص وتحتاجي لها دقيق ونلف بدايرة مغلقة. لا، انت واحدة واحدة كده. يعني انا استخدمت كوبايتين وبعد كده نص كوباية هستخدمها بقى بالتدريج. في المرحلة دي خدمت العجينة لمدة 10 دقايق. زي ما اتفقنا في معجنات بقول لكم بتتخدم وقت أطول عشان تبقى هشة وقطنية معايا وخفيفة، وفي حاجات مش بتحتاج نعجنها كتير فبقول لكم عليها، زي مثلا المعمول والكحك وكده يا دوبك بنشربها السوائل. في المرحلة دي بقى العجينة كانت خمرت معايا. هبدأ أشكلها معاكم بطريقة سهلة وبسيطة خالص زي ما اتفقنا. إن شاء الله وبإذن الله هتطلع مظبوطة معاكي، بس اتبعي الخطوات البسيطة دي وانتي هتشوفي النتيجة. في المرحلة دي بتبدأي تقطعيها بقى. أنا هعمل معاكم صينية حجمها كبير وصينية الحجم صغير، اللي انتي حابة بقى تقدري تعمليه. أهم حاجة ومهم جدا كمان تقفلي على الحشوة كويس. وبالمناسبة تقدري تحشيها ملبن، ومع الملبن برضو بتضيفي معلقة سمنة بلدي يا سلام بقى، أو ريحة الموز بتنقلها معاكي في حتة تانية خالص. فايدة المادة الدهنية اللي بنحطها مع الحشوة يا حلوين علشان الحشوة ما تنشفش معاكي في القرص في العموم أو في أي حاجة بتسويها في الفرن. فالسمنة والزبدة بتساعدك إن الحشوة تفضل طرية زي ما هي، سواء ملبن أو الرطب أو العجوة. في المرحلة دي بقى الصينية دهناها حاجة بسيطة من الزيت. طبعا هي هتريح معايا مرة كمان. ما شاء الله شايفة يعني الرطب طرية معايا خالص، بتتفرد بكل سهولة غير العجوة كمان. وزي ما اتفقنا مالية الأسواق وحلوة ومفيدة للأولاد، حتى أولادك لو مش بياكلوها في العادي هياكلوها بالطريقة دي. هنا بقول لكم قد إيه العجينة مخدومة، علشان كده بتديني المطة الحلوة دي. مادة الجلوتين اللي موجودة في الدقيق بتتنشط، علشان كده بتديكي نتيجة فوق الممتاز. بتروليها يعني مش كتير، مش عدد لفات كتير، علشان هتاخدوا النتيجة اللي هتشوفوها كمان معايا دلوقتي. ما شاء الله حرفيا طبعا التقفيلة بنقفلها كويس وبتبقى التقفيلة لتحت. وهنا لو لاحظتم أنا بسيبها بعد الحشوة تريح يعني زي ثانيتين ثلاثة. كل ما بتدي العجينة إن هي ترتاح شوية بتديكي نتيجة أفضل وبتتفرد معاكي بسهولة، ما بتبقاش صعبة في الفرد. ما شاء الله حرفيا يعني كده لو هتحشي النص كيلو مش هياخد معاكي 10 دقايق كده وانت واقفة على الرخامة. تقدري كده تشكليهم، وزي ما اتفقنا بقى حلو أو حادق الحشوة اللي انت حباها وولادك بيحبوها تقدري تستخدميها. ما شاء الله شايفين معايا العجينة معايا مش طرية بتلزق ولا هي يابسة خالص. هنا أهم حاجة زي ما اتفقنا يا بنات التقفيلة تبقى كويس جدا.
هنا انا عملت كام واحده من اللي هم الكبار، وبعد كده هعمل اللي هم الصغيرين. وما شاء الله النص كيلو عمل معايا كميه حلوه قوي. ولو وصلتم لغايه هنا واستفدتم، حابه بقى من الحلوين اللايك والشير علشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. واللي ما اشتركش في القناه يسعدني طبعا اشتراكه، هيضغط على علامه الجرس علشان يوصلوا مني كل جديد. والحمد لله رب العالمين، المعجنات اللي انا بقدمها نالت اعجاب ناس كتير وشكروا فيها. اتمنى من كل حبايبي والمتابعين ان هم برضو يجربوها ويقولوا لي ايه رايهم في الكومنتات. هنا بقى بقول لكم شايفين الهواء اللي داخل للعجينه علشان الخميره كانت كويسه. واهم حاجه برضو الخميره بتاعتك اعملها اختبار لو انت مش ضمناها. الاختبار ازاي؟ بتجيبي ربع كوبايه ميه، لو احنا في الصيف بتبقى ميه فاتره من الحنفيه، مع معلقه سكر وتحطي الخميره. لو عملت فقاعات كده والخميره تضاعفت تبقى الخميره نشطه، لو تنت زي ما هي يبقى الخميره بتاعتك كده مش نشطه، مش هينفع تستخدميها في المعجنات في العموم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. في الشتاء بتدفي ميه يعني زي دمع العين كده مش سخنه، لان لو سخنت الميه وعملت اختبار بيها هتضيع معاكي مفعول الخميره، لان الميه السخنه قوي زياده عن اللزوم بتضيع مفعول الخميره. انا عارفه ان انتوا ستات بيوت شاطرين، بس في بنات صغيرين لسه مبتدئه في المطبخ، فبقول ادق التفاصيل علشان لما ييجوا يعملوا مخبوزات في البيت تطلع معاهم ممتازه واحلى من الممتاز كمان. هنا بقى بسكينه وتقدري تخططي كده، هي العجوه مش بتبان، حتى لو بانت مفيش مشاكل، قصدي الرطب مش هيجرى اي حاجه. بس لو حاطه ملبن برضو راعي عشان الملبن ما يسيحش معاكي كده ويخرج منها. هي تخطيطه بتدي شكل جمالي كده، هسيبها تريح. التخمير برضو في الشتاء يا بنات غير في الصيف. في الصيف بتاخد معاكي وقت تخمير قليل، في الشتاء بتاخد وقت اطول وكده علشان الجو بيبقى برد. هنا بقى بخاخ في معلقتين من العسل وربع كوبايه ميه. وهنا قلت دايما بلاش بالفرشه، الفرشه بتضيع الهواء اللي دخل للمعجنات وكده، فيفضل البخاخ ومن غير بيض ولا اي حاجه. السمسم هنا اختياري، فرن سخن درجه حراره 200، الشبكه على اول رف من تحت، اهم حاجه يكونوا داخلين الفرن، وفرنك تكوني مسخنه قبلها ب10 دقائق. هنا لو لاحظتم انا كنت سايبه مسافه ما بين كل واحده والتانيه حتى لما تضاعفوا حجمهم علشان ما يلزقوش في بعض ويدخلوا الفرن وكده، علشان كل واحده تاخد تسويه كده من 4 اتجاهات وياخدوا اللون الحلو اللي هتشوفوه معايا. ما شاء الله حرفيا بقى بعد ما استووا معاكي ابدأي بقى خرجيهم. وممكن تبخي بخاخ من هو كان معايا عسل بالميه او ميه عاديه خالص، وغطيها في اوضه المطبخ وسيبيها 10 دقائق وابداي قدميها بألف هنا بقى على قلوب الحلوين. اتمنى منكم اللايك والشير علشان يوصلكم مني كل جديد. حرفيا مش لازقه في الصينيه ولا الحشوه خارجه منها، لان انا كنت بقفلها كويس واكدت لكم على الموضوع ده علشان ما يبهدلش معاكم الدنيا وكده. وما شاء الله حرفيا بقى تقومي كده لاولاد الصبح من غير بقى حشوات ولا اي حاجه، هي جاهزه تحطها لهم في اللانش بوكس. عن سعيد عليكم يا رب واشوفكم على خير يا حلوين.